مين فينا ما بيحبش الجبنة القديمة بقى وطبق المش اللي بيفتح النفس بقى كده مع الطماطم والجرجير؟ تبقى أكلة ملوك بجد. النهاردة بقى هنعمل معايا المش النهاردة على أصوله، وإزاي تطلعيه تقيل وناعم جدا من غير ما يسوس منك أبدا، وبطريقة بقى أمهاتنا وأجدادنا. ويلا بينا. عندي بقى هنا كيلو من الجبنة البلدي الفلاح يا جماعة. دي الجبنة دي قطع، طبعا احنا عملناها قبل كده مع حضراتكم في الفيديو، خطيرة جدا. وجايبة ايه؟ جايبة ب10 جنيه طحينة فرط، زي ما حضراتكم كده شايفين بنزل بيها الأول كده. دلوقتي أنا بجهز عندي لخطوة المش معايا، إزاي تعملي المش معاكي على أصوله ويبقى ناجح جدا ما شاء الله. بروح بقى جايبة كمان عندي، جايبة ب10 جنيه كمان عسل أسمر ما شاء الله. بحط عندي مقدار معلقتين كبار يا جماعة، أنا ما بكترش العسل معايا كمادة حافظة، بتحافظ معايا على طبقة المش، مش بيخليه يسوس معاكي. تعالي بقى بعد كده بحط عندي بقى إيه، شوية كده من الشطة، مقدار معلقة كبيرة معايا من الشطة معايا. وخطوة الملح مهمة جدا، اللهم بارك. شايفين بقى حضراتكم، ادي هنعمل النهاردة أحلى مش معايا النهاردة، خطير جدا. بحط بقى عندي هنا 4 معالق كبار من الملح، اللهم بارك. بقلب بقى كل المكونات كده مع بعض، العسل مع الطحينة مع الشطة مع الملح ما شاء الله. شايفين الخلطة معايا بقت تقيلة ازاي؟ دلوقتي بقى أنا عايزة أعمل مش على أصوله. دلوقتي بقى هحط معايا على المكونات الخطيرة دي نص كيلو من اللبن الحليب. لو عندك لبن رايب حطيه، مفيش أي مشكلة خالص. عندك لبن فريش حطيه كمان، بيدي طعم ونكهة مميزة جدا ويخلي المش معاكي ممتاز، اللهم بارك. شايفين حضراتكم؟ دلوقتي بقى هقلب عندي كل المكونات كويس جدا، واروح جايبة دلوقتي مضرب السلك معايا، لازم اخلطهم معايا كويس جدا معايا، اللهم بارك. شايفين حضراتكم الطحينة لسه ما اتخلطتش معايا مع العسل، انا عايزة اتأكد ان كل المكونات اتخلطت معايا كويس جدا معايا. دي خطوة مهمة جدا يا جماعة، وبجد حاجة سهلة وبسيطة وهنعملها في البيت، مش هتتكلف اي حاجة خالص يا جماعة. احنا بنشتري القطعة بس من بره ب30 جنيه من الجبنة القديمة. ليه؟ احنا نعمله في البيت، بس هو هياخد وقت بس على ما تتخلل معانا، وهتبقى روعة جدا ما شاء الله. دلوقتي بقى انا خلطت كل المكونات كده معايا بالشكل ده. عندي بقى هنا مظبطة الجبنة معايا في العلبة البلاستيك دي. لو انت بقى عايزة تحطيها عندك في برطمان مفيش اي مشكلة خالص، بس انا قلت كمية صغيرة يعني مش مستاهلة خالص، هي العلبة البلاستيك هتبقى معايا مميزة جدا. شايفين يا جماعة المكونات عندي في الطبق خطيرة جدا، الطحينة مع العسل هو ده المش يا جماعة ما شاء الله. تعالوا بقى لسه هنعمل كمان معايا خطوات، ولو حضراتكم استمريتوا معايا في الفيديو أتمنى تقولوا لي في التعليقات من أي بلد بتشوفوني، ده شيء بيشرفني جدا ويسعدني وجودكم معايا دايما، اللهم أمين يا رب. كده دايما يجمعنا على حب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. كده بقى صبنا عندي كل المكونات الجميلة دي مع الجبنة كده بالشكل ده، اللهم بارك. شايفين حضراتكم شكلها روعة يا جماعة. أقل مدة بنعمل المش معانا بتقفلي عليه تماما، بيقعد معاكي لمدة شهر. لازم تقفلي عليها كويس جدا معاكي علشان تعمل معاكي المش الأصلي بتاع زمان معاكي ما شاء الله. وأمهاتنا يا جماعة كانوا بيعملوا المش ده والجبنة بكمية كبيرة جدا، وكنا بنقفل عليها أيام زمان. وكنا بقى أيام الشتاء لازم نطلع بقى الجبنة الحادقة دي مع العيش المحمص والطماطم والجرجير، كانت أحلى أكلة بجد كنا بناكلها، اللهم بارك. هنعملها وهنرجع بقى أكلات زمان وحاجات زمان الخطيرة جدا من ريحة جدودنا، اللهم بارك ما شاء الله عليها النهاردة خطيرة. هنا بقى بزود عندي كمان رشة من الملح، وحطيت كمان قرنين فلفل زي ما هم كده صحاح معايا، اللهم بارك. وبزود عندي كمان رشة صغيرة من الشطة ما شاء الله. شايفين شكلها روعة بجد، اللهم بارك. دلوقتي بقى أنا خلصت عندي الجبنة، بس في خطوة مهمة أنا كنت ناسية أحطها، علشان كده قفلت عندي العلبة ورجعت فتحتها تاني علشان الخطوة دي مهمة جدا، اوعوا تنسوها يا جماعة. وهي دي المادة الحافظة معايا النهاردة للجبنة القديمة، وإزاي إن هي بتحافظ على المشي معاكي ومش بتخليه يسوس أبدا، هي
خطوة الزيت يا جماعة، بروح جايبة نوع زيت نضيف جدا معايا، حاطة منه مقدار معلقتين كبار معايا كده على الوش، أفرده كويس جدا معايا. ودي بقى المادة الحافظة معايا النهاردة للمشوي الجبنة القديمة، خطيرة جدا. وبعد كده بقى إيه، بقفل عليها تماما معايا وبسيبها عندي لمدة شهر عادي جدا على الرخامة، مش تقلقي خالص. اللهم بارك. شايفين اللون؟ وتعالوا بقى هوريكم دلوقتي بعد 3 أيام بس. شايفين يا جماعة؟ والله بجد يعني المش بادئ يعني يخش في لونه الطبيعي جدا. اللهم بارك. تعالوا بقى هنشوف دلوقتي بعد 3 أيام ما فتحت عليها لونها بقى عامل ازاي، والجبنة معايا مميزة جدا. اللهم بارك. أتمنى بقى من كل اللي بيشوفوني على القناة بتاعتي يا ريت تدعموني على محتواي على اليوتيوب، وشرفني جدا وجودكم معايا يا أحلى إخوات. يا رب يجمعنا مع حب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ويسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أمين. شايفين بقى الجمال؟ دي يا جماعة لسه عاملاها دلوقتي، بس لسه هوريها لكم بعد 3 أيام معايا ما شاء الله. دلوقتي بقى هقفل عليها تماما، هحكم الغلق معايا بدون أي هواء ما يخش لها، لازم أقفلها كويس جدا معايا. اللهم بارك ما شاء الله. تعالوا بقى نشوف بعد 3 أيام الجبنة ما فتحناها معايا. شايفين يا جماعة الفرق؟ اللهم بارك. والله العظيم بجد طعمها دلوقتي تتاكل وخطيرة جدا. بس احنا بقى ايه عايزين نعمل المش معانا يا جماعة، لازم نسيبها المدة اللي انا قلت لحضراتكم عليها، وكمان الجبنة كده يدخل جواها الخلطة الجميلة دي، وتبقى معاكي احلى قطعة مش معاكي. اتمنى ان انتوا تجربوها، يا رب كده يسعدنا جميعا. اللهم امين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.